ارفع عليهم قضيه سب وقذف، واخد بالك، كله كذب. واكلم رئيس التحرير يقول لي طب معلش هنرد، يعني خليك ترد العدد الجاي. انت عارف بيعملوا ايه؟ بيعملوا حاجات يعني عايز اقول ايه، يعني تثير القارئ عشان يبيعوا الكلام ده، اذا كان في اعلام مقروء او اعلام مسموع او مرئي. عايزين فرقعه فلان فلان يعمل، تلاقي العنوان وتحته كله كذب، كلام كله كده. طب وبعدين هرفع عليهم ده. فبقول لك حسام وابراهيم برضو انا بعذرهم، انا كلمناهم كشراد مجلس كلمهم، وانا شخصيا كلمتهم في تونس، انا كنت معاهم في تونس، كنت رئيس البعثه هناك. هم انت وانس كده تعملهم كويس، الاثنين دول بالذات هتلاقيهم كويسين جدا جدا، بس هم بيشطوا بسرعه. لو انت كلمتهم او اثرتهم بكلام بايخ، هم بيصيروا بكلام بايخ، ان هم اصلهم لعبوا مع معظم العالمين الحاليين. وانا ما بقولش في غيره، هم لعبوا وهم كانوا مميزين، عشان واحد ما ينكرش، خصوصا حسام كان مميز عليهم. دكتور احمد شين فوزي، رئيس عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس الوفد في الكويت، اهلا بك على شاشه مدن سبورت. اهلا بيك اهلا بيك، اتفضل. دكتور شيرين، بالنسبه لزياره نادي الزمالك او الفريق الاول كره القدم بنادي الزمالك للكويت للمشاركه في مهرجان في حب مصر، واداء مباراتين امام نادي التضامن غدا في استاد نادي التضامن، والثانيه في تكريم اللاعب الدولي السابق صالح خضير بين القادسيه مطعم بنجوم الانديه والزمالك. كلمنا عن الزياره وكيفيه تعديل استقبال الوفد. بالنسبة أولا حاجة زي زيارة أصلا يعني احنا قبلناها لمهرجان سمي بحب مصر والكويت، ومدى العلاقة الطيبة بين الشعبين. احنا جينا هنا عشان نلعب مباراتين، مباراة مع نادي التضامن ومباراة مع نادي القادسية بمناسبة اعتزال اللاعب صقر خضير. بصراحة الرعاة قابلونا مقابلة كويسة جدا جدا جدا، من أول ما خدنا المطار لغاية الفندق، وأنا منتظر اللعيبة هتوصل على الساعة 2 إن شاء الله الكويت. اقترحوا كمان الرعاة ان هيبقى جزء من داخل المهرجان كان هيرصد لمصر. انا اقترحت عليهم في المؤتمر الصحفي ان شاء الله هيكون هذا الجزء موجه لاصلاح استاد القاهره، ان استاد القاهره ده مش منتمي للزمالك ولا ده منتمي لمصر. احنا عملنا مهرجان هنا في الكويت وان شاء الله هم هيرعوا اصلاح استاد القاهره، وده وكان امل ان انا هذا الموضوع يتعمل للمظهر السيء، يعني للاسف الشديد على الناس اللي قاموا بيهم التخريب منشاه زي دي بهذا الشكل وهذا المنظر بمأساة. يعني انا نفسي في حياتي ما تاثرت هذا الموضوع في حياتي زي اللي حصل المظهر اللي انا شفته في استاد القاهره. دكتور شيرين، طالما حضرتك فتحت موضوع الاحداث الاخيره المؤسفه، احداث السبت بعد انتهاء مباراه الافريقي التونسي والزمالك، عرفنا خلال 48 ساعه الماضيه الاجراءات التي قامت بها او المفاوضات او المشاورات التي قام بها مجلس اداره نادي الزمالك لرأب الصدع في التي احدثه المباراه. حضرتك احنا اول حاجه عملنا جلسه طارئه، كتبنا البيان اللي حصل، الاحداث كلها اللي حصلت من اول العاشرة صباحا لما حوالي 2000 واحد اقتحموا الاستاد ببعض اسلحه البيضاء والشوم وكلام والسنك. واعتقد ان المدير الاستاد عمل محضر بهذا الموضوع واثبت، بس للاسف كان هذا الموضوع لازم يبلغ، لاما المباراه تتاجل او تنقل لاستاد الكليه الحربيه، وده كان المفروض يتعمل. واخد بال حضرتك؟ الحاجه الثانيه الظاهره الغريبه خلال طوال المباراه، لو اللي حضر المباراة ممكن يستنتج المصاريف اللي اتصرفت على الشماريخ والمنصات الصواريخ على طول، ما فيش ثانية سكتوا. دي تكاليف تفوق قدرات جماهير مصر، مش جماهير نادي الزمالك. والهجوم الجماهير قبل انتهاء المباراة باربع دقائق، ونادي الزمالك كان بيهاجم بضراوة امام حارس مرمى تونس، الفريق التونسي نادي، بغض النظر عن الاهداف اللي ضاعت السهله من شيكابالا او محمود فتح الله، لكن احنا كان ممكن في اي ثانيه مش دقيقه نجيب هدف. اذا كان هذا الموضوع منظم او الموضوع ده اصلا مغرض من جماهير الزمالك، كان نستنوا لغايه المباراه ما تنتهي، لكن ده عباره عن حاجه منظمه ومدبره ومموله من بعض. انا طبعا ما اقدرش اقول مين، يعني في بعض المنظمات بتاع ده ان رتبت هذا الموضوع، ان هي كانت فاكره ان فرص تاهيل تونس اكتر مننا، فهم كانوا منتظرين. يعني كان زي ما بيقول لك، طب لو جه جول بتاع شيكابالا او جول محمود فتح الله ما كان ممكن، كان ممكن، بس هم كانوا عارفين ان فرص تاهل الفريق التونسي اكتر. الحمد لله كان نادي الزمالك لعب مباراه رائعه،
واخد بال حضرتك. ولو كنا الظروف كانت واتت معانا او كان يعني موفقين كنا ممكن نجيب 5 هل اجوال. هناك حوار مفتوح بين مجلس اداره نادي الزمالك والاتحاد الافريقي؟ حضرتك احنا بعدنا نتحدث في اصل كمان الظرف في كده ان احنا مجلس اداره نادي الزمالك امن هذه الوفد التونسي، احنا امناهم ده بتاع ده وانت شفت المظهر اللي عمله لعيبه نادي الزمالك اللي هم عملوا يعني جدار بشري حوالين لعيبه فريق التونسي والطاقم الحكام وانت شفت الجهاز الفني وحسام ابراهيم والجهاز الاداري حوطوا الحكام وحموهم ازاي. وبالنسبه لاعضاء الوفد برئاسه الاستاذ جمال عطروس رئيس نادي تونس، مجلس اداره نادي الزمالك عمل ايه وامناهم لغايه ما ركبوا الاتوبيس ووصلوا فندق سلام. انا شخصيا رحت معهم الفندق وقعدت معهم لغايه ما مشي وسطهم المطار. وذكر الاستاذ جمال عطروس ثاني يوم يعني ثاني يوم في تونس قال لك الموقف المشرف اللي مجلس اداره بتاع نادي الزمالك اللي وقفوا معانا، ويمكن ذكروا اسمي يعني بالذات يعني تحديدا. فوق كده ان هم كتبوا تقرير صالح لصالحنا. اول مره تحصل ان فريق يحصل فيه كده في بلد وما يكتبوش شكوى ضدنا. يعني دي انا بقول لو كان الكاف هيبقى فير، بس كان الفريق اللي حصل له المشكله دي، المشكله الكبرى دي، يعني كاتبين تقرير في صالحنا. غير كده مراقب المباراه قاعد معانا بعد في فندق السلام واستاذ جمال عطروس الرئيس وخد اقوالنا يعني زي ما بيقولوا. وراجل اللي كتبه قدامي واخد بالك قال لك ما فيش اي حاجه اي ممكن اي خطا يحمله نادي الزمالك. ثاني يوم الصبح صبيحه اليوم التالي المباراه، المهندس حسن صقر والمستشار جلال ابراهيم والكابتن سمير زاهر راحوا السفاره التونسيه واعتذر اعتذار رسمي وقبل هذا الاعتذار ونساله ما فيش اي حاجه خالص. وراحوا السفاره الجزائريه واعتذروا عشان الحكام الجزائريين. يعني كل ده كتب في بيان وفي تقرير راح للكاف. انا اتمنى من الله ان كاف يدرك وقوف الفريق التونسي معانا وفي شهادته معانا في تقريره، ويكون عادل في العقوبه اللي ممكن. طبعا انا متوقع طبعا عقوبه لازم انت حاجه، بس غير اراده نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك غير لا احملها مسؤوليه بتاتا على اللي حصل ده. دي عباره عن قله مندسه منظمه ومدبره ومموله من بعض المنظمات علشان يسيئوا لسمعه مصر. حضرتك لو تتفرج على الملعب بيعملوا في ايه، بيكسروا النجيله، بيكسروا قوائم حراس المرمى، بيقطعوا الشبك، بيكسروا الكراسي بتاعه المدرجات، بيكسروا المقاعد بتاعه الاحتياطي والرقيب الحكام. يعني انا مش عارف ايه ده، ايه الانتقام ده، ايه احنا فين؟ دكتور شيرين فوزي عضو مجلس اداره نادي الزمالك ورئيس الوفد في الكويت، نخرج من مباراه الافريقي ونعود لمباراه ابها وما حدث فيها وتصريح رئيس النادي بانه حزين لاستضافه نادي الزمالك. انا الكلام ده سمعته، انا طبعا مش مصدقه. نادي الزمالك لعب مباراه كبيره جدا ومباراه حلوه جدا من غير بعض النجوم زي شيكابالا او حسين ياسر محمدي، وانا بسمع كلام انا مش مصدق الكلام ده. صرح بان هناك مشكله حدثت قبل المباراه بين رئيس الوفد وبين اداره النادي بسبب المقابل المادي. دي حاجات مش هتكلم فيها، حاجات صغيره، انا مش هعلق على المواضيع دي خالص. شكرا دكتور شيرين فوزي. يعني شكرا جزيلا للاخ والصديق العزيز احمد عبد اللطيف من الكويت. خصنا يا هاني الحقيقه بهذا التقرير وبعته لنا الحقيقه كتر الف خيره علشان يبقى في دايما انفرادات في مساء الانوار.